Let's talk about senses. تعالى نتكلم النهارده على السنسز، على الحواس. 5 جمل بتعبر عن السنسز اللي عندنا، الخمس حواس هنكونهم بنفس الشكل وبنفس الطريقه مع اختلاف بسيط من حاسه للتانيه. التكوين عندي في ال5 جمل هيكون من subject واحد، من فاعل واحد اللي هو الاي انا. verb كان هو فعل modal verb. modal verb يعني فعل ناقص، ده فعل اساسي في الجمله وهنجيب معاه كمان فعل. يبقى اذا الجمله عندي بتتكون من 2 verbs، من فاعلين كان ومعاها فعل كمان. بعد كده هنستخدم possessive adjectives pronoun، يعني هنستخدم ضمير صفات ملكيه اللي هو الماي، لاني انا جايب الفاعل اي فانا هجيب الضمير بتاعه ماي. طبعا بعد كده بنستخدم الفعل المناسب للحاسه. فاول جمله معايا هتكون I can see with my eye. انا استطيع ان ارى بعيني. نفس التركيبه اللي انا قلت عليها، الاي هو السبجكت هو الفاعل، بعد كده جبنا كان ده المودال فيرب، ده بيزك فيرب، ده فعل اساسي موجود في الجمله. بعد كده جبنا سي هنا جايه في الانفينيتيف، جايه في المصدر علشان كان بيجيب بعده الانفينيتيف. بعد كده with ده preposition يعني حرف جر. بعد كده ماي ضمير صفات ملكيه اللي هو البوسيسيف ادجكتيفز اللي هو ضمير صفات الملكيه. بعد كده جبنا اي اللي هي الفيجن اورجن او عضو الرؤيه. يبقى انا لو كونت الجمله عندي هنلاقيها بتتكون من 6 كلمات. I can see with my eye. الجمله الثانيه بنفس الشكل I can hear with my ear. انا استطيع ان اسمع باذني. نفس التركيبه بتاعت I can see with my eye. I ثابته معايا، هي السبجكت الموجود في الجمله، هي الفاعل الموجود في الجمله. كان برضو موجوده معايا المودال فيرب اللي موجود، بس هنا غيرنا وجبنا هير يعني يسمع. طبعا في الاولانيه كانت سي علشان خاطر يرى، دي هير يعني يسمع. بعد كده جبنا ويز برضو ثابته معايا بي. ويز معناها بي او معه، ده البريبوزيشن قلنا عليه حرف جر. with my ear باذني، انا استطيع ان اسمع باذني. الجمله اللي بعد كده I can smell with my nose. أنا أستطيع أن أشم بأنفي. I برضه ثابتة معايا، كان موجودة جبنا هنا smell يعني يشم. with برضه ثابتة معايا my nose يعني الأنفي. أنا كونت الجمل كلها بنفس الستام، بنفس الشكل ونفس الطريقة. الجملة اللي بعد كده I can taste with my mouth. أنا أستطيع أن أتذوق بفمي. هنا جبنا taste لأن taste معناه يتذوق، mouth الفم، فكونا بنفس تركيبة الجملة اللي أنا ماشي عليها I can taste with my mouth. الجملة اللي بعد كده I can touch with my hand. أنا أستطيع أن ألمس بيدي. جبنا touch عشان hand. لو جينا بصينا هنلاقي إن ال5 جمل كوناهم بنفس الطريقة، كسبنا منهم معلومة جديدة أو معلومات جديدة، إن إحنا عرفنا ابننا أو بنتنا الحواس بتشتغل إزاي، وكمان كونا جمل بسيطة وسهلة بنفس الشكل ونفس التركيب.